السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل معاكم الفراخ البلدي. الفراخ البلدي ديت لما بتجيبيها وتغسليها وتخليها غسله حلوه كده بالليمون وبالخل والملح والملح بتاع الملح والدقيق بيخليكي، وعصره البرتقانه. لو عملت عصره البرتقانه للفراخ للبط لاي حاجه لاي طيره، صدقيني بتلاقي ريحه، ما فيش اي زفاره. في ناس بتشتكي من الزفاره كتير من يمه الفراخ او من يمه البط بالاكتر. لو جربت عصره البرتقانه مش هتلاقي اي زفاره. انا معايا فرخ بلدي، انا هعمل حاجه حلوه قوي برضو. انا غسلها غسله حلوه وما فيش اي زفاره، بس بقول للي لسه بادئه ان هي تتعلم حاجه زي كده. انا جبت بصله اهي، حطيت عليها معلقه ملح وحطيت عليها معلقه فلفل اسمر، وهتمسكيها كده بايديكي. اصلا لما بتدعكي البصله بالفلفل الاسمر وبالملح بتديكي ريحه حلوه قوي. هتمسكي الفرخه كده اهيت، تدخلي جواها، شوفي اهو، وترجعي تقلبيها تاني. شوفي الريحه ديت حلوه قوي قوي اهي، بتديكي ريحه، بتخلي ريحه الفرخه حلوه. انا معايا دلوقتي معايا حله فيها معلقه سمنه بلدي. السمنه البلدي بتخلي ريحه الفراخ والشوربه حلوه قوي. انا هحط بصله، وهتعملي الحبهان وشويه الفلفل الاسمر كمان. معايا 3 فصوص حبهان هم، بتفتحيهم بنفس الطريقه هم، تدي ريحه حلوه. بتقلبي البصله، طلعي البصله لما بتقلبيها كده تبقى احسن. انا هاخد دلوقتي الفرخه اهي، بسم الله. البصل اللي فاضل انا هحطه في قلب الفرخه عشان تدي ريحه حلوه. الله على الريحه بصراحه حلوه قوي قوي. احنا هنقلب الفراخ كده. انا معايا هنا حته برضو فاضله هنحطها كمان. احلى حاجه لما بتحطوا البصله مع الحاجات ديت مفيش ريحه زفاره، في ريحه حلوه قوي قوي. لما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. انا معايا الطماطميه ديت اهي، معانا الملح. بس اهم حاجه، في حاجه عاوزه اعرفها لكم، ان انت لما تكوني بتعملي فراخ زي ديت لازم الميه تكون بتغلي، لان الميه لو الفراخ سخنه والميه بارده بتدي ريم على الوش وبتدي زفاره. هي دي اللي بتدي زفاره للفراخ. كده احنا لو احنا تلوحه حلوه، احنا مجهزين الميه. هنحط الميه وبعد كده هنسيبها تستوى، وساعه ما تستوى هنوريها لكم. الميه بتغلي اهي، بسم الله. حطيت الكميه كلها، لازم تغطيها كده، تعملك شويه شوربه حلوين. وان شاء الله الشوربه مش هتبقى خفيفه ولا حاجه، وفي ريحه الزفاره ما فيش. زي ما قلت لك لازم الميه تكون بتغلي. هنخلص ونوريها لكم. انا دلوقتي عملت الفراخ لغايه ما تستوى، وقلنا هنعمل معاكم النهارده طبق كده حلو كده قلقاس. هنعمل شويه بالشوربه وشويه بالصلصه، عشان اللي بيحب ده بياكله، واللي يعني في اللي بيحب بالصلصه وفي اللي ما بيحبش بالشوربه. فانا هعمل ايه؟ انا حطيت معلقتين زيت ده بالصلصه. هحط معاكم معلقه توم واحده اهي، لغايه ما التوم يصفر، ما تخلوش يتحرق معاكي. معايا الطماطم، معايا نص كيلو طماطم. هو كده خلاص، بسم الله. كده هنحط الملح، نحط فلفل اسمر، هتحطي نص معلقه صغيره بكفايه. نغطي عليه لغايه ما تتسبك، وبعد كده نرجع نعمل ايه اللي بالشوربه. احنا دلوقتي حطينا الصلصه وحطينا الفلفل الاسمر والملح. احنا هنعمل دلوقتي لغايه ما الزيت يسخن. انا هحط معلقه حلوه كده دي للشوربه اهيت.
بحب التوم بتاعها كتير شويه. لغايه ما تصفر. بسم الله. احنا جبنا الكزبره اللي زي دي، قطعتها حتت صغيره عشان ايه لما تيجي تعمليها ما تبقاش باينه على الوش، يعني ايه لازم تعمليها حتت صغيره ما تكبرهاش. حط كزبره، حط معلقه زيت كمان، هديها بس تلوحه حاجه بسيطه كده، واقوم جايه ثانيه واحده احطها هنا اهوت. اوريكم انا هعمل ايه. بتحوشيها من على النار وبالهون، لازم تعمليها بايديكي كده عشان ايه تبقى ناعمه معاكي، ما تبقاش لما تيجي تحطها في الشوربه تبقى يعني خشنه معاكي، لازم تبقى ناعمه شويه كده. خلاص هرجعها تاني، نديها برضو تقليبه. القلقاس اللي انا عاملاه كنت مخزناه معاكم اهي، قلبيه تقليبه حلوه كده. في ناس بتحط له القلقاس بصل وثوم، وفي ناس بتحط له توم بس، انا بستعمل التوم بس. لما بتجربيه بالثوم بيبقى احلى ما تحط معاه بصل. التقليبه دي حلوه اهي، استنى شويه تفضلي تديله تقليبه حلوه كده. خلاص كده كفايه. نحط الشوربه بقى، بسم الله. الشوربه ريحتها جميله، مفيش اي زفاره زي ما قلت لك اهي. كده خلاص. هنسيبه لما يستوى. والملح احنا طبعا حاطين للشوربه ملح، فهو مش محتاج اي ملح. هنسيبه شويه وهنرجع ان شاء الله نوريه. احنا كده خلاص اتسبكت. احنا هنحط ايه كيس برضو القلقاس التاني اهو، ده كان في الفريزر. هنسيبه لما يستوى ونرجع نعمل له الطشه بتاعته. انا حطيت له القلقاس اهوت غلي. احنا هنعمل الطشه بقى. معايا 5 فصوص توم اهي، مش هنحمرها زياده عن اللزوم، نصفرها بس. الطشه دي بقى تخلي لك القلقاس احلى طعم تاكليه. طريقه امي صراحه طريقه حلوه قوي قوي. كده اصفرت اهيت. هنحط الكزبره، تقدري تقلبي فيها، وبرده هنعمل فيها زي بتاع الشوربه، هتمسكيها بالهون بس تديها شويه حاجه بسيطه اهي. كده خلاص. نحطها هنا برضه بنفس الطريقه. عشان ما تبقاش خشنه معاكي، تبقى ناعمه كده وهي في القلقاس. قد ما انا مقطعه يعني حتت صغيره خالص مش هتبان، بس برضه لما تعمليها كده تبقى حلوه. كده خلاص. حط بس معلقه زيت كمان عشان الزيت بس قليل اهي. كده خلاص.
ريحه الطشه حلوه قوي قوي اهي كده. القلقاس استوى، هنجهزه معاكم. احنا دلوقتي حطينا الغدا وجهزته. انا جهزت معاكم القلقاس ابو صلصه والقلقاس ابو شوربه. بسم الله ما شاء الله اهوت. ريحته جميله قوي قوي والطريقه حلوه وهتعجبكم. وعملنا الفرخه الحلوه ديت وشويه الرز البيض دول. بسم الله ما شاء الله احلى غدا. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله.